كانت الشياطين تصعد قريبا من السماء فتسترق السمع وتوحي به إلى أوليائها من الإنس وهم الكهنة والمشعوذون. الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة استماع الجن للقرآن الكريم وما علاقتها بكلمة لبدا. كانت الشياطين تصعد قريبا من السماء فتسترق السمع وتوحي به إلى أوليائها من الإنس وهم الكهنة والمشعوذون. وحين بعث صلى الله عليه وآله وسلم حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. حينها احتار الجن في أمرهم، شيئا ما قد حدث على الأرض حال بينهم وبين الصعود إلى السماء، فطافوا في الأرض يلتمسون الخبر، فوجدوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ القرآن في الصلاة، وكان يقرأ سورة الرحمن، فاجتمعوا يسمعون وعادوا إلى قومهم يحدثونهم بما كان. انطلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طائفة من أصحابه عامدين سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب. فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. فقالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجهوا نحو تهامة، وهم 7 نفر وقيل 9 من جن أهل نصيبين أو جن نينوى، توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو بنخلة عامدين سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه. فلما سمعوا القرآن فقالوا: هذا والله الذي حال بيننا وبين خبر السماء. ولما رجعوا إلى قومهم فقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذه هي قصتهم باختصار. أما عن معنى كلمة لبد في الآية الكريمة: وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هنالك رأي يقول إنه لما قام صلى الله عليه وآله وسلم يعبد ربه كاد الجن يكونون عليه جماعات متراكمة بعضها فوق بعض من شدة ازدحامهم لسماع القرآن منه. ولفظ لبدا جمع لبدة، وهي الجماعة المتزاحمة، ومنه يقال للشعر المتراكم في رقبة الأسد لبدة. هنالك رأي آخر يقول إن الجن لما رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وأصحابه يركعون ويسجدون بسجوده فتعجبوا من طواعية أصحابه له فذكروا ذلك لقومهم. والرأي الثالث إنه لما قام صلى الله عليه وآله وسلم بالدعوة تلبتت الجن والإنس لهذا الأمر، يطفئ نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره. وأصوب الأقوال هو إنه خبر من الله عن أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما قام يدعو كادت العرب تكون عليه جميعا لإطفاء نور الله. ونختم حديثنا بهذا الدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.